صباح الخير عبد الفتاح إسماعيل. صباح الخير باذيب. صباح الخير أنيس حسن يحيى. صباح الخير نقوى مكاوي. صباح الخير عايدة علي سعيد. الأخ الدكتور عبد القوي المخلافي وكيل أول محافظة تعز. الأستاذ عبد السلام رزاز عضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية. أعضاء مجلس النواب. الأخوة ممثلي السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية. القضاة المحترمون. الأخوات والأخوة ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني. الرفيقات الرفاق. الحضور الكريم، اسعدتم بالخير صباحا. بداية أنقل لكم تحايا الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ومكتبها السياسي وسكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز ولجنة المحافظة، ونحيي حضوركم وتفاعلكم مشاركتنا مهرجان العيد السادس والأربعين لتأسيس حزبنا الاشتراكي اليمني، والعيد 62 لثورة 26 سبتمبر، والعيد 61 لثورة 14 أكتوبر المجيد، وال57 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر. الأخوات والأخوة، الرفيقات والرفاق، إن احتفاءنا بذكرى تأسيس حزبنا هو احتفاء خاص بتجربة وطنية وسياسية تقدمية أسهمت في صناعة تحولات تاريخية في حياة شعبنا اليمني، كما هو احتفاء بالحياة الحزبية والسياسية وكل الأدوات الوطنية، كما أن هذا الاحتشاد الكبير من مختلف الطبقات الشعبية والمدنية هو تأكيداً على القيمة السياسية والوطنية لحزبنا والحياة الحزبية وطنياً وعلى مستوى محافظة تعز بصورة خاصة. هو احتفاء بالمكتسبات التقدمية التي قادها حزبنا خلال تجربة حكمه الشطر الجنوبي من اليمن، ابتداء من تصدر فصائل اليسار كفاحا أسطوريا ضد الاستعمار ونيل الاستقلال الناجز، واستعادة القرار الوطني، وتوحيد 23 سلطنة في متحد سياسي واجتماعي وطني واحد، وبناء مؤسسة أمنية وعسكرية وجهاز إداري كفء متطهر من الفساد والمحسوبية، واقتراح إنجاز منظومة مكتسبات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية أثمرت مجانية التعليم والصحة والخدمات العامة، وبناء تجربة فريدة في محو الأمية، وتشييد مؤسسات إنتاجية اقتصادية وزراعية، واستقرار في سعر العملة، واختفاء لمظاهر المجاعة والبطالة رغم الحصار الاقتصادي وشحة الموارد إنذاك، إلى ازدهار الفنون والإبداع واختفاء ظاهرة الثأر وتلاشي مظاهر حمل السلاح والأفكار التقليدية المتزمتة، كل ذلك متوجاً بتشريعات وسياسات تقدمية أنحازت للمرأة والمهمشين وعززت المساواة والعدالة وقيم الوطنية اليمنية، وجسدت المواطنة وأنهت مظاهر التمييز في الوقت الذي ما زالت مظاهر العبودية راهنة في محافظات شمالية. كما أسهمت هذه التجربة الفتية في دعم الحركات التقدمية عربياً، ومدت فصائل النضال الفلسطيني بمختلف أشكال الدعم المادي والعسكري، وكانت عدن عاصمة تحتضن كل المفكرين والمثقفين العرب الملاحقين من أنظمتهم السياسية القمعية. الأخوات والأخوة، لقد تعاطينا مع تجربة حكمنا في جمهورية اليمنية الديمقراطية كتجربة إنسانية قابلة للنقد والتمحيص والمراجعة، وهذا شأن أي تنظيم سياسي ديمقراطي لا يدعي الاصطفاء، ولأن النقد خبزنا اليومي ومبدأ أصيل في حياتنا الحزبية، فقد شرعنا بمراجعات نقدية لتجربتنا في أكثر من محطة، وصدرنا وثائق وأدبيات منشورة ومتاحة أمام الجميع، وأبرز ما تضمنته مراجعتنا الشق السياسي من الديمقراطية إدانة لسياسة الحزب الواحد ورفض التعدد، إلى جانب مراجعات تتعلق بالشق الاقتصادي وتحليل موضوعي لأسباب الصراعات والانقسامات السياسية الحادة والتي عبرت عن نفسها وما زالت بانفجارات دموية ودورات عنف وحروب أهلية، وهي مراجعة شجاعة نزعم استثنائيتها في الحياة السياسية العربية. وكترجمة عملية لهذه المراجعات
اشترط حزبنا توأمة الوحدة بالديمقراطية والدفع بمشروع الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل المقدم لأول حكومة في اليمن الموحد. وانطلاقا من إيمان الجغرافيا التي نقف عليها وإرث نضالي لشعب عظيم وأحلام شباب. وانطلاقا من إيمان حزبنا تجاوز إرث الماضي المثقل بالضحايا والصراعات، أطلق في مؤتمره الرابع اعتذار لكل الضحايا خلال تجربة حكمه، وإلغاء أي قرارات عقابية وتنظيمية اتخذت من هيئات الحزب تجاه أطراف الصراع. جاء هذا الموقف في سياق دفع حزبنا لرؤية المصالحة الوطنية الشاملة وتجاوز آثار حرب 94 والصراعات السابقة شمالا وجنوبا، وكان بذلك حزبنا قد وضع مبكرا أطروحات وسياسات تؤسس للمصالحة والعدالة الانتقالية. الأخوات والأخوة، الرفاق، ونحن نحتفي بذكرى الاستقلال المجيد والأعياد الوطنية، نؤكد أن حزبنا كان وما زال جسر الوطنية اليمنية عابر الهويات الفرعية، حريصاً على استمرار العمل مع كل القوى الوطنية الحية في التصدي للمشاريع الارتدادية الماضوية التي تحاول العودة إلى ما قبل 67 جنوباً و62 شمالاً، وهي محاولات لن تصمد أمام حركة التاريخ وتقدمه ونضالات شعبنا المحكومة بهوية الوطنية اليمنية، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعود اليمن للسلطنات وحكم الكهنوت. الأخوات والأخوة، الرفاق، على أثر حرب 94 تعالت واستخفت قوى سياسية على تداعيات وآثار ونتائج هذه الحرب، وعلى أثر انقلاب 21 سبتمبر 2014 والتدخل الخارجي المسلح 2015 تعقد المشهد السياسي والاقتصادي، وطفت على السطح تحديات جسيمة، وتراجع دور الأحزاب والقوى المدنية لصالح ازدهار ميليشيات وصعود نخب وطبقة اقتصادية وسياسية طارئة تحول أمام إزالة الانقلاب العنصري. وعلى المستوى الآخر هناك من يعيق نموذج ناجح في إطار مناطق الشرعية، وصدر القرار السياسي الوطني بشكل غير مسبوق. وبهذه المناسبة يطيب لنا تأكيد موقف حزبنا من السلام الذي يرتكز على عدد من المحددات، أبرزها إيقاف شامل لإطلاق النار والتحشيد والتجنيد وتدفق السلاح للميليشيات، وعودة كل أطراف المنظومة السياسية إلى الحوار وإزالة آثار الانقلاب والحرب وفق المرجعيات المتوافق عليها، ومشاركة واسعة للقوى السياسية والمدنية والنسوية والشبابية وضحايا الحرب. الالتزام بإطار تفاوضي يضع الجنوب كوحدة متكاملة في سياق المعادلة الوطنية اليمنية ضمن أي تسوية شاملة، مع تأكيدنا على حق تقرير المصير. وفي هذا السياق كانت رؤية الحزب لتجاوز فشل الوحدة الاندماجية ونتائج حرب 94 فيدرالية من إقليمين يكون الجنوب وحدة موضوعية، كون تقسيمه عودة لمشاريع استعمارية قديمة. حلحلة الملف الحقوقي والإنساني والمتمثل بالكشف عن مصير المخفيين قسرا، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، وفتح الطرقات وتسليم رواتب الموظفين وتسويتها مع فوارق صرف العملة. عودة ووحدة وقانونية المؤسسات السيادية وصيانتها من الانقسام كالبنك المركزي وقطاع النقل والطيران والتأمينات والجوازات وغيرها من القطاعات السيادية. تحييد الموارد من سطوة الميليشيات وتنظيم عائدها عبر جهاز مالي موحد وتوظيفها لصالح الخدمات التنموية. إيقاف إنشاء الجامعات والمدارس والحوزات والمراكز الدينية غير الرسمية وتدجين المناهج بالأفكار الرجعية والطائفية والعنصرية. إدماج العدالة الانتقالية في عملية السلام وإشراك الضحايا وذويهم في المفاوضات المحلية والوطنية، وعدم التقليل من آرائهم ووجهات نظرهم لعملية السلام وآلية التعويض العادلة للضحايا. تحييد التدخلات الإنسانية عن الصراع وتوجيهها بما يخدم التنمية ويعزز الاستقرار الاقتصادي. الاهتمام بالجرحى وأسر الشهداء
والأسرى والمخفين من خلال برامج اقتصادية تمكينية تساعدهم في استعادة قدرتهم على الإنتاج وتأمين حياة كريمة بدل الاعتماد على الإعانات والمكرمات التي تعزز العجز والبطالة. والأخوة رفيقات الرفاق، بعدما يقارب من 10 سنوات حرب اتسعت فيها رقعة المجاعة، وتراجعت الخدمات الصحية والتعليمية، وانقطعت خدمات المياه والكهرباء، وتوقفت المشاريع وتعطلت التنمية، وتعثر تصدير النفط، وتسببت بانهيار حاد ومتسارع للعملة الوطنية وارتفاع الأسعار، فشلت الحكومات المتعاقبة في إطار سلطة الشرعية بانتهاج سياسة اقتصادية جادة تضع حد للانهيار المتسارع. إن معالجة جادة للوضع الاقتصادي المنهار مرتبط بحزمة إجراءات سياسية واقتصادية متلازمة، ومن ثم الشروع لوضع برنامج اقتصادي واقعي ينطلق من الممكنات المتاحة لإيقاف الانهيار، كما أن المضي في تغييرات حكومية لا تخرج عن مفاضلة في إطار منظومة الفساد، وهو أمر مكشوف ومفضوح سلفا. ذلك إن إصلاح الوضع الاقتصادي يبدأ بإعادة صياغة العلاقة مع دول التحالف وعمل معالجات لملف الجماعات المسلحة التابعة لها، وتشكيل حكومة ثورية ذات رؤية برنامجية جادة من خارج منظومة الفساد والإملاءات الإقليمية والدولية، تنطلق من وضع معالجة جادة. وبهذا الصدد نطرح عدد من التساؤلات حول ما الذي يمنع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في تبني عدد من التوجهات، منها الحفاظ على استقرار العملة من خلال تقوية البنك المركزي، وإعادة تفعيل دور البنوك الوطنية والبريد، وتغذيتهم بحوالات المغتربين التي تصل إلى 8 مليار دولار سنويا، ورفض دخول أموال المساعدة الإنسانية عبر البنوك الوطنية، إصلاح ملف المساعدة الإنسانية والتي تهدر بمشاريع لا تخدم التنمية الإنسانية ولا تستوعب إدخال العاطلين سوق العمل، انتهاج سياسات اقتصادية إنتاجية تنموية من واقع البيئة الاقتصادية البحرية اليمنية والزراعية، وبناء منظومة معامل ومشاغل إنتاجية تحد من الاستيراد، حوكمة الموارد وأتمتتها، وبسط نفوذ الأوعية الإرادية القانونية للدولة، ورفع تدخل النافذين والميليشيات من السطو عليها. سياسة ابتعاث تعليمية موجهة تنمويا بما يضمن عودة واستقطاب الكفاءة العلمية، خصوصا في مجال الصحة، للحد من خروج ملايين الدولارات للتطبيب خارج اليمن. إيقاف الإنفاق الفاسد ل70% من موازنة الحكومة لصالح الكهرباء في عدن وحضرموت، وصرف رواتب بالعملة الصعبة، إعاشات لقيادات وشخصيات غير عاملة. الأخوات والأخوة الرفيقات الرفاق، إن احتفاءنا الحقيقي والجاد بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب والأعياد الوطنية مناسبة ننتهزها لتأكيد عددا من القضايا، وفي صدارة ذلك وحدة جغرافية تعز، وبلورة استراتيجية نضالية مدنية لتفكيك الحصار وتضمين ملف حصار تعز من أي تسوية سياسية شاملة. إن محافظة غنية بمواردها البشرية والجغرافية والعلمية والسياسية والتنموية هو ما يحتم علينا وضعها في المكان الذي يليق بقدراتها وتضحياتها. من هذه المحافظة نستطيع إحداث اختراقات في المشهد الوطني لصالح استعادة الدولة والوطن. إن تعز مؤهلة لإحداث تغييرات واسعة في المعادلة الوطنية، وهو ما يتطلب مجموعة أولويات من الأهمية أن تكون ضمن برنامج نضالي للقوى السياسية والسلطة المحلية في محافظة تعز. ومن أولويات هذا البرنامج تعزيز جهود لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي، وسرعة إنفاذ مضامين وثيقتها من قبل المجلس الرئاسي بكل ما تضمنته من إصلاحات المؤسسة الأمنية والعسكرية، وكذا تسوية أوضاع المبعدين والمقصيين، ومن لم يتم تسوية أوضاعهم الوظيفية من المدنيين والعسكريين منذ حرب 94 وخلال الحرب الأخيرة.
انتهاك الوساطة المحلية في حالة الملفات الإنسانية والخدمية التي لا زالت ترهق كاهل المواطن، وأبرزها فتح بقية الطرق وتأمين تدفقات السلع والخدمات بين مديريات المحافظة، وإعادة تفعيل حقول المياه في الحوبان، وضمان ضخ المياه إلى مدينة تعز، وتأمين الوصول إلى مكتب النفايات الرئيسي. إحداث إصلاحات وتغييرات في إطار السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات، وتطهير أجهزتها من الفساد، وتحرير الوظيفة العامة من المحسوبية لصالح معايير الكفاءة، وتوسيع تمثيل الكفاءات الشبابية والنسوية وفق معايير جادة، خاصة وأن أجهزة الدولة يتسم طاقمها بالشيخوخة. تطوير الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية التنموية 2026، وتعزيز الرؤى والتصورات والمشاريع التنموية المستدامة، والاستثمار الأمثل للمقومات التنموية الغنية في مديرية الساحل، والتوظيف الأمثل للمساعدات. تعزيز جهود التطبيع الأمني والعسكري والسياسي بين مكونات تعز، وإنهاء الانقسام الذي ينال من بسط نفوذ السلطة المحلية والمؤسسات القانونية على كل مديريات محافظة تعز، وفي إطار تعزيز التوافق السياسي والمركز القانوني للدولة. إحداث معالجات جادة لملف الكهرباء، وإيقاف النهب اليومي للمواطنين من قبل هوامير الفساد المعطلين لاستعادة محطة عصيفرة، وإعاقة الجهود الكبيرة المهندسية المحطة. الشروع بحزمة إجراءات جادة في مجال البيئة والتخطيط الحضري من منظور بيئي، والعمل على مشاريع إعادة التدوير لتقليل التلوث وتخفيف الانبعاثات الضارة بالإنسان والطبيعة. الوقوف الجدي أمام كارثة تواجه العملية التعليمية في محافظة تعز، والمتمثلة بخروج 70% من الكادر التربوي خارج الخدمة، وعمل تحديث للتعليم، وإدخال التخصصات العلمية الحديثة المواكبة للعصر، وإعادة التخصصات المنقرضة التي تخدم العملية التنموية كالزراعة والبيطرة والملاحة، إلى جانب تحسين أجور المعلمين والأكاديميين. إدراج المشاريع العملاقة كمطار تعز وكهرباء الرياح وتطوير موانئ المحافظة ومشروع تحلية المياه، وتأمين مثل هذه المشروعات من أي عمل عسكري في إطار المفاوضات السياسية القادمة. حماية وصيانة وتوثيق وأرشفة مكتبية وإلكترونية لأراضي وعقارات الدولة وأوقافها، واتخاذ إجراءات جادة لاستعادة ما تم مصادرته. رفاقي الأعزاء، زملائي بمختلف تعبيراتكم الوطنية والفكرية، يستمر تمسكنا المبدئي والصبور ضداً على سياسات اقتصاد الحرب والتوجهات النيوليبرالية بطابعها الإمبريالي المتوحش المعادية للسلام واستقرار الشعوب ووحدتها الكونية الحضارية، والرامية إلى إشعال الحروب والصراعات الداخلية وإثارة النعرات الطائفية والقهوية والمناطقية، وتفكيك الدولة الوطنية لصالح مشاريع الفوضى والعنف، ومن الحرب الظالمة التي تشنها آلة القتل الصهيونية الغاشمة على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، سوى إحدى تجليات المشروع الإمبريالي لاستمرار اضطهاد الشعوب ونهب مقدراتها الوطنية. وبهذا الصدد نحيي نضالات الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر وحشية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب بدعم ورعاية القوى الرأسمالية والإمبريالية العالمية بهدف تصفية القضية الفلسطينية. كما نحيي حركة التضامن الأممية الداعمة والمناصرة لنضال الشعب الفلسطيني. الرفيقات والرفاق، إن إصراركم العنيد والمثابر في بناء وتقوية وفاعلية دور وأداء حزبكم يعد امتدادا متواصلا وصادق لتجربة نضالية خاضها حزبنا بكفاح وتضحيات ضخمة أثمرت في محطات تاريخية من حياة شعبنا إنجازات وتحولات ثورية وتقدمية وفكرية لا يمكن طمسها أو محوها من قوى اختارت الظلامية والتخلف والفساد نهجا دائم. ختاما، نؤكد بأن تعز واليمن بقوة إرادة مناضليها لن تنكسر بالرغم من محاولات القفز المستمر على التضحيات الجسيمة وصناعة النخب والكيانات الطارئة، فالنخب المصنوعة حالة عابرة وبحكم تعفنها ستتحلل موضوعيا. كما أن أي قوة سياسية لا تثق بذاتها وبمقومات ومقدرات شعبها مصيرها الزوال. نضالنا مستمر من أجل يمن ديمقراطي اتحادي آمن ومتقدم وأخضر. سنمضي قدما واثقين من عظمة الجغرافيا التي نقف عليها وإرث نضالي لشعب عظيم وأحلام شباب قادر على اختراق المصدات
نحو مستقبل يليق بنا جميعا. وشكرا.